عسلامة حبايبي، وإن شاء الله تكونوا بصحة وعافية يا ربي. وإن شاء الله تكونوا بألف خير. دونك أنا رجعت لكم فيديو جديد. الحلقة اليوم ولا فيديو اليوم باش تكون كله إفطار وسهرة عراقية. اليوم اخترت البلد اللي اخترته هو العراق. دونك الإفطار والسهرة وكل شيء باش يكون اليوم عراقي. قبل ما تشوفوا أجواء اليوم باش نعملوا ساعة برشا أكلات بنين برشا، وتو تشوفوا الديكورات. دونك قبل ما نبداو الفيديو نتاعنا ما تنسيوش لايك للفيديو كي تتفرجوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكاين ما كنتش مشتركين اشتراك للقناة مش تتفرجوا وتمشيوا هكاكا. لا، لازم تشجعوني باشتراك في قناتي. دونك يلا خلينا نبداو الاجواء نتاعنا. اول حاجه بديت بها خلطت الفيمتو، عصير الفيمتو المفروض صراحه قمر الدين، لكن انا ما عنديش هوني. بديت بالسلطه، باش نعمل سلطه فيها الخيار فيها طماطم، من بعديك قصيت البصل ونعملوا رشه مع رشه نعناع شايح ونخليوها على جنب. هوني باش نعمل الحشوه نتاع الكبه، وفي العراق يحبوا الكبه الرز. دونك انا هوني بديت بالحشوه، اللحم مفروم قاعده نقلي فيه باش يتبخر منه الماء الكل، وصبيت شويه زيت وباش نبدا نقلي في اللحم بالزيت، نقلي هكاك شويه. وكي نشوف مثلا كعبوره نتاع اللحم نحلها كيما تراو هكايا بالمغرفه، حتى يكشي لين يتحلوا الكعبيرات الكل باش يطيبوا هكاكا من داخل. هوني نمشيو للتوابل، باش نلقاو ملح، كزبرة وكركم. كزبرة يعني تابل وكروية معناها. دونك نتبلو اللحم نتاعنا، طوحناه نقليوه باش يدخل لك اللفاح في اللحم. نسيتوني باش نقول لكم على الفلفل الاكحل، فلفل اسود. زدنا هوني البصل مقصوص جويد، ونكملوا نقليوه مع اللحم، يتقليو مع بعضهم حتى يكشي لين يطيب اللحم ويذبل البصل. اخر حاجه هوني نزيدوا شويه معدنوس مقصوص جويد، نقليوه شويه مش برشا، ومن بعد نطفي على الغاز ونخلي اللحم نتاعنا ولا الحشو نتاعنا تبرد. entre temps هوني حطيت روز المصري باش يذوب معنا فيسع، وحطيت له كميه من الماء وسمطهم حتى يكشي لين نتعجن كيما شفتوا. انا حاجتي بيها كيكه معجن معناها، ونزيد نعجنه اكثر. دونك نحي الطنجرة على النار ونخليها، وهوني عجنتها مليح وخليتها تبرد. دونك عندنا الحشوه تاع نتاع اللحم وعجينة الروز باردين، باش نبدا نشكل فيهم. ها باش نوريكم كيفاش طريقة نعملوا كبة الروز. كما تراو ناخذوا كعبورة من الروز، هوني حطيت ماء ونشاي. الماء ونشاي يساعدنا على تجبير مثلا كي تتشق، والا المهم تتلم فاسيلمون معانا. بليت يدي شويه وخديت الكعبوره هذيك، وباش نبدا نحل فيها نرقق فيها معناها باش تبداش خشينه من داخل، باش نجمو نحطوا فيها حشوة اللحم. كيما تراو بصبعي هكاكا تتحل الكبة مليح مليح، ما نخليوهاش خشينة. ونساعد هوني بالماء ونشاي، فما اللي يستعمل زيت فما ماء كاو. انا هوني ماء ونشاي على خاطر ديجا الروز ما ضفتلوش معناها لا بطاطا مسموطة لا نشاي لا حتى شيء. دونك الماء والنشاي يساعدنا مليح على لمين العجينة نتاعنا. هوني كما تشوفوا الكعبة اللي تحصلت عليها قاعدة نعمل في الأطراف باش يبداو هكا مجمرين وقت القلي. ما شاء الله موديلها جاي كاينها كعبة ليمون. وهوني كما ترى نكبكبها. علاش اسمها كبة؟ خاطر تتكبكب. ما شاء الله على منظرها. هذوما الكعبات اللي عملتهم، وعملت قبلهم كعبات خبيتهم. دونك نسيت باش نقول لكم اللي راهو وقت سمطان الروز ضفت له شويه ملح وشويه كركم باش يعطينا اللون الاصفر المزيان هذايا.
وشوفوا محليهم الكعيبات، انا عملتهم متوسطين، ماهمش كبار برشا ماهمش صغيرين. ونقليهم قبل الافطار يعني. توا باش نعملوا الطبق الرئيسي مرقة قناوية والا مرقة بامية بالرقبة. هوني حطيت ورق الغار الرند وشوية ملح باش نضيف له الماء سخون باش يتنحى له الصفار نتاع اللحم. هوني اللحم جديد ما شاء الله والله لا طلع لي صفار برشا لا حتى شيء. نغطيو الطنجرة نتاعنا ونخليو اللحم يتصمت وياخذ وقته. كما تشوفوا غطيت الطنجرة، وهوني بعد ما تسمت اللحم دونك الماء هذاك تنجموا طيبوا به الرز. هوني حطيت اللحمة نتاعي في الطنجرة وضفت شوية زيت نباتي باش نقلي اللحمات نتاعنا. باهي جوست يتقليو شوية باش نضيف عليهم البصل كيف البصل يتقليو مع بعضهم الاثنين كيما واضح عليكم. باهي بعد ما يتقلى اللحم والبصل شنو باش نضيفوله؟ هوني باش نضيفو شوية طماطم معجونة. الطماطم هذيا ياسر 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 عجبتني لونها وطعمتها ما شاء الله. دونك باش نضيفو زيادة طماطم هذيا المكعبات تعطينا طعمة وبنة في المرقة، تجينا مرقتنا ياسر بنينة. نقليو الطماطم مع اللحم. وبالنسبة للتوابل ملح ليمون تنجموا تستغنوا عليه، فلفل أحمر فلفل أسود تابل ولا كزبرة وشوية كركم. باهي نضيفوا التوابل على المكونات نتاعنا ونعملوا تحريكة، نحركوا كل شيء مع بعض ويتقلى. ونضيفوا الثوم والبصل اللي نحبهم هكاكا ريوس. تنجموا الثوم تفرموه على راحتكم، انا هذه طريقتي اللي نحبها. والراس البصل هذاك نحبه في مرقة القناوية لازم يكون كامل بالرغم حطيت المقصوص. باهي وهنيا نضيفوا الماء سخون، يكون سخون مش باردة. ما نضيفوش فوق اللحم باش ما يتنحاش التوابل على اللحم. نعملوا تحريكة ومن بعديك نغطيو على المرقة نتاعنا. هوني عنا كعبات القناوية ولا البامية نقليوهم بشوية في شوية زبدة وإلا زيت. أما السمطان لا، إنكم تصمتوه في الماء حاجة خايبة برشا، على خاطر السمطان في الماء يعطينا كاللون الأسود للكعبات وزيد كل المنافع والبنة تتنحى. دونك هوني كما تراو بعد ما تقليت في الزبدة تنحى كل التلعويكة نتاعها. نعريو على الطنجرة نتاعنا، ما نحكي لكمش على الريحة الدوخ والبنة. نضيفوا شوية ماء سخون للمرقة. وهوني نحطوا القناوية. راهو برشا عبيد ما تحبش القناوية على التلعويكة، هاني انا توا اليوم اعطيتكم سر تنحيوا فيها التلعويكة. انا راني قبل كنت كيفكم ما ناكلهاش، لكن ملي معناها استعملت الطريقة هذية توليوا تاكلوها بقدرة ربي. دونك كيما تراو المرقة نتاعنا حاضرة. هذه اللحمة الوحيدة مش نتاع رقبة لكلهم لحم رقبة إلا هذيك. دونك المرقة طايبة ما شاء الله، على الريحة على اللون. كعبات القناوية طيبين، اللحمات زبدة. باش نضيفوا جنب المرقة روز، هوني غسلته مليح مليح. نقلي فيه هوني معناها بلاحة شيء باش يتبخر من الماء. ضفت شوية زيت نباتي نقلي فيه طريف الروز باش تجينا من بعديك كل حبة بحبتها. باهي ضفنا الماء، زدنا شوية ملح، زدنا المطيبات. انا حطيت هوني ورق رند كعبتين هيل، تختاروا المطيبات اللي تحبوها. نغطيو على الروز، اول ما يبدا يغلي نوطيو على نار هاديه. وهذايا الروز نتاعنا كيما تراو. باهي الشوربه اللي اخترتها باش نعمل شوربه عدس، باش نحط ملح كركم ثوم وبصل مقصوص جويد والزيت بالطبيعه باش نقليو به. دونك حطيت العدس نتاعي على في الطنجره على النار يتبخر منه الماء، ومن بعديك نضيفوا الزيت النباتي باش يتقليو شويه كعبات العدس هذايا البرتقالي هو اللي يجي بيه الشوربه. دونك يتقليو العدس نتاعنا. من بعديك باش نضيف البصل والثوم كما قلت لكم. انا الثوم نحبهم هكاك نحطهم معناها. اول ما يتقلى البصل
باش نضيفوا الملح والكركم ونقليو شويه، ومن بعديك نضيف الماء سخون يغلي للشوربه هيك هاو تحريكه، ونغطي على الطنجره ونخليها، احسن حاجه تخليها تطيب على راحتها. هذه هي الشوربه نتاعنا طابت كيما تراو. لكن انا باش نزيد بالميكسور، نعمل ضربه ميكسور نرحي بها سامحوني، نرحي بها العدس باش ما تقعدش فيها هكا كعبات العدس خشين شوي. حطيت على النار وضفت مغرفه الكمون كما تعرفوا ينحي النفخه، خاطر البقوليات ينفخوا المعده به. قبل شقان الفتر بشويه نقلي كعبات الكبه نتاعي في زيت حامي ما شاء الله، اللون ما نحكي لكمش، موتارد يهبل دوغي. هوني السلاطه نتاعنا مقصوصه، باش نضيف لها التتبيله نتاعها ملح، زيت زيتونه، دبس الرمان مهم جدا، والليمون. دبس الرمان راهو يحطوه في البلدان الاخرين كيما العراق، يعطينا الحموضه، طعمه الحموضه ياسر مزيان. هذه السلاطه نتاعنا. بالنسبه للشوربه حطيتها في صحافي كيما تراو سخونه تشهي، لونها يشهي، مع شويه ليمون وخبز مقسب. الخبز هكاك يحبوه في العراق. هذه المرقه نتاعنا، نودكم وما نشهيكم سخونه كيف وحطيتها هوني في الماعون هذيا وككعبه البصل في الوسط. الرز نتاعنا انا نسيت باش نحط الشعيريه، دونك غدوه كي فضلت من المرقه عملته بالشعيريه جاي يهبل. بالطبيعه كي نقولوا العراق نقولوا تمر ولبن يعني ياغورت طبيعي. بعد الاذان حطيت شويه بخور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صليوا على النبي معايا. دونك منه يعطينا ريحه بنينه، منه نصليوا على النبي، نعملوا دوره في الدار، ومنه ينحي ريحه الماكله. للسهريه غسلت الغله حطيتها في صحن كما تراو مشكله. الالوان تفتح النفس، نودكم ومن شهيكم. زاد عندي هوني العنب والفريز باش نغسلهم بالماء وشويه خل كما تراو، الخل الابيض. كما تعرفوا العنب والفريز فيهم برشا تراب، دونك لازم يتغسلوا مليح. غسلتهم وحطيتهم على منشفة الكوجينة، منشفة نظيفة، تسقطروا ومن بعد زينتهم في الصحن. عندي هذوما الماعون اللي شريته قبل رمضان، هاو باش نوريكم شنو باش نحط فيه. حطيت هوني القلوب، هما يقولوا الحب، حطيت على نوعين، وهذيك الوسطانية خليتها فارغة راهو للقشور. هذه الماعون الثاني اللي خديته زاد قبل رمضان، لازم راهو ديما قبل رمضان ناخذ حاجات جديده. دونك باش نحيو الغطاوات، وتوا باش نوريكم شنو باش نحط فيهم. يلا باش نحطوا فيهم كل شيء عراقي. يلا اول واحده باش نحطوا من السماء، باش نحطوا حلقوم صغار، باش نحطوا تمر محشي بالجوز، حلقوم اخر، وهذاك الجوز. هكا كيفاش انا مليت. وكي نقولوا العراق نقولوا الشاي كستانات. الشاي لازم الشاي بعد الافطار، شاي مخدر. وهذه كيفاش حطينا السهرية نتاعنا بالفواكه والتي كما قلت لكم والمكسرات. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا ربي. كل شيء كان عراقي، حلقة عراقية كانت من يديات تونسية. إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم. ما تنسوش اشتراك للقناة، لايك للفيديو، وما قعد لي كان مش نقول لكم سلام.